لو عندك البرطمان ده تعالي نشوف هنعمل بيه ايه. انا غطيت الاول الجزء اللي فوق ده بالوان اكريليك، على فكرة ده لون ازرق واحمر مع بعض اداني اللون ده، هو ادى يعني قريب اكتر للون النبيتي. وبدأت افرده كده على البرطمان من الجزء اللي فوق، واعمل شكل كده نازل لتحت في بعض الاجزاء بشكل عشوائي زي ما احنا شايفين كده. سهلة خالص وبسيطة وما فيهاش اي حاجة خالص. وبعد كده ده قلم دوكو ذهبي، بدأت احدد بيه الجزء اللي انا لونته. هو تعبني شوية بس دي اول مرة كنت استعمل فيها الاقلام الدوكو، وبعد كده بقى الموضوع سهل اكتر معايا. وممكن طبعا لو ما عندناش القلم الدوكو ده استخدم لون تاني احدد بيه، لون اكريليك تاني او لون زيت مفيش مشكلة، احدد بيه الرسمة اللي معايا مفيش مشكلة. يعني استبدل اللون الدوكو ده لو مش عندي باي حاجة تانية او بتطريز مفيش مشكلة خالص. ده شريط كان عندي وبدأت اعمل بيه غطي بيه بس الجزء اللي تحت ده في البرطمان، طبعا بمسدس الشمع. الفكرة سهلة خالص وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. وبدأت الاجزاء اللي هي اتبهدلت مني في اللون بدأت اشيلها بمنديل مبلول بس كده. وبعد كده انا استخدمتها مرة كفازة ومرة في منظم للادوات بتاعتي. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات. باي باي.